ديما هي بشارة خير لأنصار ولعشاق واللي راهم ينتظروا الخبر الصار اللي طول ولكن فيها خير إن شاء الله. القضية تاع الكاف المختطف من طرف هذاك السيد اللي مانيش حاب نذكر اسمه، أنه عرف التجديد بعد ما دولة مصادر مقربة أكدت أن الكاف قام بالرد على تساؤلات إدارة اتحاد العاصمة اللي تقوم بدورها وبعمل جبار في الكواليس من أجل رد الاعتبار. رجع حول حقيقة الاستفسار عن خسارة اتحاد العاصمة ذهابا وإيابا بنتيجة 3 أهداف دون رد. طبعا الكاف رجع وكتب 4 صفحات كاملة دون ما يذكر نص قانوني يعطي الحق النهضة بركان المغربي. كان غريب الرد وعجيب، وأكد 1000 مرة بأنه هيئة موتسيبي يتحكم فيها الشيطان فوزي القجع. طبعا هو نظام المخزن اللي راه يقوم بعمل في الكواليس من أجل الإطاحة بكل ما هو جزائري خالص. كما أفادت ذات المصادر اللي راني نحكي لكم فيها في هذه المقدمة أنه الجماعة الزينة في ظل المراسلة اللي بعثتها لإدارة اتحاد العاصمة راح تستعمل مصطلح فورس ماجور لتبرير قراراتها التي دست على القوانين. وطيلة 4 صفحات اللي حكيت لكم عليها كاملة لم تعلل ولم تشرح الكاف خطواتها وفق اللوائح التي وضعتها في نص أو مادة واضحة، بل بررته بالقوى القاهرة فورس ماجور بأنه كاين ناس هي اللي فرصتها باش تدير هذا القرار في حق اتحاد الجزائر. ومنه نستند حسب هذه المعلومات السالفة الذكر أن المحكمة الدولية الرياضية ستذهب بنسبة كبيرة إلى حل، في حال طبعا لم يقدم الكاف أدلة قانونية مقنعة، إلى إلغاء كل نتائج دور النصف النهائي. وهذا هو البشارة إن شاء الله اللي راح تكون بعد أيام إن شاء الله، مع فرضية إجراء اللقاء بأرضية محايدة، وهو أمر وارد جدا بشرط برك أنه يتخذ القرار قبل النهائي حتى لا يدخل طرف آخر في القضية. ونخص بذكر نادي الزمالك المصري المتأهل إلى النهائي، وإن شاء الله تكون هذه القضية تلقى أذان صاغية في القريب العاجل لكي لا تتعقد الأمور أكثر. وقبل ما نختم كلامي ما تنسوش بأنه هناك رجال وجنود خفاء بقيادة رئيس الاتحاد وليد صادي اللي راهم يقوموا بالوقوف في وجه كل من تسول له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الفيديو الجديدة اللي غنتناولو فيها ردة فعل الإعلام الجزائري بعد ما تصدموا من رفض الطعن اللي تقدموا به المحكمة الدولية الطاس، رفض الطعن اللي تقدمت به لافاف. وكما كنعرفو كعادة مستمرة في الأكاذيب وتحوير الحقائق. كما شفتو في هاد الفيديو كيقولولك بلي أن لاكاف صيفطت الرد ديالها للمحكمة الدولية ومقدرتش تلقى أي فصل كيبرر القرار ديالها، وبالتالي كتبت 4 صفحات اللي ما فيها حتى معلومة من المعلومات اللي تقدر تعزز الحكم اللي خسرتو لاكاف. وكما كنعرفو أن في القانون الدولي كاين الفصل الثاني اللي كينظم المسابقات الإفريقية أو الإقليمية أو القارية، وكتعطي الحق للاتحاد القاري باختيار الأقمصة والمصادقة عليها قبل بدء البطولة، وهذا كافي جدا تبرير القرار. إضافة إلى أنهم واستمرار في مسلسل الأكاذيب ديالهم عارفين بلي الحقيقة مع فريق نهضة بركان وأنهم غتنصفو الطاس، بداو كيمهدو ذريعة أخرى. لذلك هادشي في حالة ما صدر القرار قبل من اللعب النهائي، يعني راهم عارفين أن القرار مغيتصدر حتى المور النهائي باش ميدخلش طرف ثالث في القضية. دونك باش في التالي يقولو أن الحق كان معاهم لولا أن القرار تصدر قبل من لعب المباراة النهائية. هذا ما كاين في هاد الفيديو، نتشوفو في الفيديو الجاي إن شاء الله مع تحليل أدق وتفاصيل أكثر. متنساوش الإعجاب والاشتراك في القناة.